الشوط الرئيسي وشوط التميز الشوط الغالي، كذلك جائزته كاس من رئيس ميدان الحورة بمحافظة أملج، ومسمى بكاس ميدان الحورة بمحافظة أملج. إذن ينطلق هذا الشوط بسم الله وعلى بركة الله. تنطلق هذه الأسماء، تنطلق هذه الشعارات التي تبحث عن الناموس الغالي. كذلك شرف لهذا السباق، لهذا الحضور الميمون من سعادة اللواء عبد العزيز بن محمود الجهني والشيخ عياد بن عايد الجباري صاحب الكلمة في هذا الكرنفال الذي يقيم بمناسبة شفاءه، ونتمنى له الشفاء الدائم في كل الأزمان وكل الأوقات. إذن ينطلق هذا الشوط، شوط التميز، شوط كاس ميدان الحورة بمحافظة أملج. ينطلق بحفظ من الله ورعايته مع انطلاقة سن الحقائق الشوط الرئيسي. إذن ينطلق مع انطلاقة هنا شواهين تتقدم بتقدم غليان بن حماد الجهني، مقدم لنا شواهين على مقدمة هذا الشوط. بينما ثاني الأسماء وصلت النادرة في ثاني الأسماء وثاني التحديات تتقدم بشعار هنالك سالم بن عوض الجهني من يقدم لنا النادرة على ثاني الأسماء. لكن الدخول من ثالث الأسماء وصلت الحورة تتقدم بشعار توفيق بن دخيل الله الجهني، مقدم لنا الحورة على مقدمة هذا الشوط. تسلسلت من مركز إلى مركز حتى حلت على المركز الأول. بينما ثالث الأسماء اسم جديد في هنالك الحرة مع شعار مفلح بن صبيان الجهني، مقدم لنا الحرة على ثالث الأسماء. بينما رابع الأسماء النادرة مع سالم بن عوض الجهني. وخامسا ما نختتف من النداء هنا شعار ناير بن صبيان الجهني مع ضجة في خامس الأسماء وخامس التحديات. أعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود إلى الحورة مع توفيق بن دخيل الله الجهني من يقدم لنا الحورة على مقدمة هذا الشوط. يتقدم بشعاره من يقدم لنا الحورة على مقدمة هذا الشوط. توفيق بن دخيل الله الجهني مقدم لنا الحورة بهذا الاسم الكبير. بينما ثاني المراكز وصلت الحرة على ثاني المراكز، يتقدم مفلح بن صبيان الجهني من يقدم لنا الحرة على ثاني الأسماء. ثالث الأسماء وصلت النادرة مع سالم بن عوض الجهني. بينما ثالث رابع الأسماء وصلت ضجة مع ناير بن صبيان الجهني مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامسا شواهين مع غليان بن حماد الجهني. لكن أعود إلى مقدمة هذا الشوط إلى شعار توفيق بن دخيل الله الجهني من يطلق لنا الحورة. بينما ثاني الأسماء الحرة مع مفلح بن صبيان الجهني. بدني يتحدن، بدني تنافس الحرة والحورة. أهالي ميدان الحورة من يقدمون لنا هذين الاسمين العملاقين الكبيرين والشعارين العملاقين، شعار المضمر الذهبي وشعار رئيس ميدان الحورة. كما أني أشكره أوجه له الشكر والتحية على ما يقدم في هذا الميدان، ميدان الحورة بمحافظة أملج. الحورة من تتقدم في هذه اللحظات تطلب الناموس الغالي والكاس المقدم للفايز بالمركز الأول. الحورة مع توفيق بن دخيل الله الجهني. بينما ثاني الأسماء الحرة مع مفلح بن صبيان الجهني. يا بوي 800 متر الأخيرة الفاصلة عن الناموس الغالي ما بين الحورة وما بين الحرة. الحورة والحورة ما بين الاسمين العملاقين، اثنين اللي بإنسان اللقاء واشتعل ما بينهم جمر الغضا. الحورة مع توفيق بن دخيل الله الجهني ومفلح بن صبيان الجهني مع الحرة يمني طموحاته للفوز للانتصار. لكن الحرة يا بوي
ابوي الحرة 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 بو عامر مفلح بن صبيان الجهني، لكن الحورة قادمة مع توفيق بن دخيل الله الجهني، والحرة الحرة 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 حرة الحرة الحرة حرة اطلقت عنانها، روحت بالناموس بالكاس، كاس امارتك، الكاس كاسك، والشعار شعارك، والفوز فوزك، والناموس ناموسك. سلام اذا لابو عامر، سلام سلام تحيه واحترام، محمد بالفل بالياسمين بالزعفران، بكل ما تشتهي النفس وتريد على هذا الفوز، على هذا الانتصار. سلام يا الحرة، السلام سلام تحيه واحترام. كذلك الشكر موصول والتهنئه موصوله لناير بن صبيان الجهني بين مثاني المراكز. وصلت الحورة مع توفيق بن دخيل الله الجهني ثالث المراكز. النادرة مع سالم بن عوض الجهني التوقيت الزمني 5 دقائق بالوفاء والتمام. تهنينا والناموس لكل الفائزين، وتهنينا والناموس لمفلح بن صبيان الجهني على فوز الحرة وتحقيق الناموس الغالي والكاس، كاس ميدان الحورة بمحافظة أملج. إذن كما وصلتني من جميع الذين فازوا في هذه الأشواط أنهم يهدون النواميس بأكملها سواء في صباح هذا اليوم أو في مسائه للشيخ عياد بن عايد الإجباري بمناسبة شفائه. كما نشكر جميع المتبرعين الذين دعموا هذه الرياضة، الرجال الأبطال الذين دعموا هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة الهجن العربية الأصيلة. إذا نهني ونبارك لجميع الفائزين، وحظنا وفر لمن لا يحلف الحظ. وكما نرحب بجميع الضيوف الذين ضافونا وشرفونا في ميدان الحورة بمحافظة أملج.